السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم جيد. بون هاد لا فيديو عندنا بسبوسه سهله راح تولي ان شاء الله تعتمديها. نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحاجه الاولى نبداو بها هي الشربات. نحطو في كاسرونه نص حبه قارص مع كاس تاع سكر. بون هاد الشربات تجيكم شويه خفيفه باسكو ما فيهاش بزاف السكر. ملي تحبها حلوه تقدر تضاعف الكميه تاع السكر. نضيف كاسين من الماء. الكأس اللي استعملته هنايا سعته تكون بين 200 إلى 220 مليلتر. أنا هنا درتها بالماء فقط. تقدري تزيدي لها عصير الليمون بعد ما تطفي عليها وتغلي مدة 10 دقائق. بعد ما كملت طابت حطيتها جانبا هنايا وخليتها تبرد باش نروحوا الآن نحضروا البسبوسة تاعنا. راح يكونوا المقادير تاعها بسيطة والكيلة ما تكونش كبيرة. نحتاج 2 من الحبات تاع البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. نضيف معاهم نصف كأس من السكر ونزيدو قرصة الملح اللي هي ضرورية في الوصفة. نبدأ نخلط البيض مع السكر بواسطة الفوي حتى يذوب معنا السكر مليح. هنايا ما درتهاش بزاف حلوة، راح تعجبكم اللي ما يحبوش الحلاوة بزاف. ندوبو مليح السكر حتى نلاحظوا باللي ذاب معنا السكر. في هذه المرحلة نضيف نصف كأس من زيت عادي مائدة، مباشرة نزيد نضيف كأس من الحليب. بعدها نخلطو مليح المكونات باش يدخلوا كامل المزيج مع بعض وتجينا البسبوسة خفيفة. لازم يدخلوا مليح التخليط يكون جيد. نضيف مبشور حبة ليمون أخضر يمد لها بنة وذوق رائع، ونزيد لها ملعقة فانيليا اختياري، يعني هذا للتنكيه فقط. نكهوها ونزيد لها نصف كأس من النواة كوكو أو جوز الهند اللي راح يمد مذاق رائع البسبوسة تاعنا. وتقدري تعوضيه بلوز أو جوز اللي ما يحبش نواة كوكو. الدور تاعو كي تضيفيه راح يحكمها وتجي شايده روحها ما تجيش تفتل. الان زيد شويه تاع سميد يكون متوسط او دقيق يكون متوسط. تقدري تضيفي سميد رطب. انا بور موا ننصحكم بالسميد المتوسط راح تجي هايله افضل. نضيفوا ايضا كيس ونصف خميره كيميائيه. لازم تغربلوه باسكو باش ما تلقاوش فيه لي غريمو. نديروا الكيس الاول ومن بعد نضيفوا الكيس الثاني اي نصف كيس، ولازم نجوزوها للصفايه باش ما يقعدوش الحبات تاع الخميره مكورين. ونخلط مليح المكونات مع بعضها. بعد ما يتجانسوا مليح نزيد نصف كأس سميد المتوسط او الدقيق المتوسط. هاو المقدار تاع الكأس. هكذا الخليط ثقل شويه معنا. في هذا الاثناء نجيب هاد الملعقه اللي راح نكمل نحرك بها المزيج اللي راح تساعدني باش نحركه بيان بهذه الطريقه. شوفوا القوام تاع المزيج كيفاش يجي شويه ثقيل. مع كي تخمر وتتشرب راح تولي بزاف خفيفه البسبوسه. نحط الخليط جانبا ونحضر المول اللي راح نطيب فيه. هذا المول يكون ماشي كبير بزاف، مقداره يكون 22 سنتيمتر. ندهنه بالزيت، الافضل يكون بالسمن احسن. اللي حبت ولا خاف تعودي لصقلها، انا استعملت الزيت فقط. المول هذا ما يلصقش. نحكم الخليط تاعنا نفرغوه في المول اللي كنا دهناه. والكوشه كنا حطيناها ديجا على 180 درجه تكون سخونه. نحطوه من الطبقه الاولى كي يطيب ونشوفوا الاطراف تاعو بداو يحمروا نطلعوا الفوق باش يكمل يحمر. كيما راكو تشاهدوا هكا راني دخلته ابخي كي يخرج شوفوا روماركيو بلي هاو طلع وحطيته في الطبقه الثانيه. هكا دوكا كي طاب لي وحمر لي من الفوق نجبدو وهو سخون نخرجو ديريكتومون نروح نشربو بهذيك الشربات اللي كنت ديجا حضرتها من قبل معكم. هذيك كي نفرغوا راح تلاحظوا البسبوسه راح تشرب لنا
نشرب او نسل بالتدريج. شوفوا كيفاش هي تشرب كامل هذيك الشربات، يعني تشرب لكم كامل هذيك الشربات وبكل سهولة وتجي ماسلة حتى للقلب. اللي هنا بعد ما خليتها حوالي ساعة تبرد وترتاح، قطعتها هنا شوية باه تشوفوا كيفاش جات. هاي ليك نروح نديروا لها التزيين. ناخذ ملعقة من المعجون المشماش، معجون المشماش او اي من نوع من المعجون اللي عندك. انا هنايا وجامد معايا شويه. مع البانسو ندهن السطح تاع البسبوسه. هذا المعجون راح يعاوننا باش يلصق نواه كوكو اللي راح نزينو به من الفوق. تقدري تستعملي لاجولي او تستعملي العسل. نرش نواه كوكو. طريقه تزيين هنا اختياريه. وفي الاخير هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وكومنتير وتبارطاجوا الوصفه مع اصحابكم واحبابكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش يلحقكم كامل جديد.